في حدث هيحصل هيغير شكل السوق العقاري كله. رئيس الوزراء هيجتمع مع المطورين العقاريين عشان يعملوا ضوابط تسعير للسوق المصري، وده علشان يوفروا للمشتري احسن فرصه. ومن اول الشركات اللي اخذت ده في الاعتبار مدن ديفلوبمنتس في العاصمه الاداريه الجديده. يعني الشركه مثلا مسعره الشقه 3 غرف ب 3 مليون 900، وده طبعا سعر عبقري مقارنه بالمشاريع اللي موجوده في نفس المنطقه. وكمان التقسيط بيوصل ل 10 سنين. الار 8 مساحتها اكتر من 2500 فدان، ولسه في جزء منها ما تخصصش واعلى من سطح البحر، وده معناه ان اي وحده هناك عندها بانوراما طبيعيه. يعني هتشوف النهر الاخضر والبرج الايقوني، الحديقه المركزيه ومساحات خضراء ولاجونز، وده فرق ضخم في جوده الحياه. ومن هنا بيجي مشروع نيو كابيتال لاجونز في الار 8 من شركه مدن ديفلوبمنتس، اول مشروع بالكامل حوالين لاجونز على مساحه 10 فدان. المشروع فيه كل اللي يخليك مش محتاج تروح اي مكان تاني، زي كلاب هاوس، مدرسه كره عالميه، مول تجاري، في كل الخدمات من بنوك لصيدليات ومطاعم، حمامات سباحه داخليه وخارجيه. الاسعار شقه 3 غرف تبدا من 3 مليون 900، دوبلكس 7 مليون 900، تاون هاوس 12 مليون ونص، والتوين هاوس 15 مليون ونص، ومقدم 5%، تقسيط لحد 10 سنين. فاللي هيستثمر دلوقتي هياخد كل ده وبأحسن سعر. خليك انت الشخص ده، سجل بياناتك عشان تعرف كل تفاصيل المشروع.